عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء الإسلام من سنة 700 هجريا ذكروا وكانوا يتحدثون عن حكم تارك الصلاة. كانوا بيقولوا أن هذه مسألة افتراضية ليس لها وجود من الواقع، فلا يوجد مسلم لا يصلي. لم يعلموا أننا سوف نأتي إلى هذه الأيام والكثير من الأجيال والكثير من الفتيات والكثير من السيدات لا يصلون، وكأن الأمر عادي جدا. لا إله إلا الله، لا أتخيل مسلما لا يصلي. مش عارف ازاي الناس اللي ما بتصليش الصلاة تبقى مش زي الأكل والشرب، لا دي أهم من الأكل والشرب. ما الذي يحول بينك وبين الله عز وجل؟ لماذا أغلقت الباب الذي بينك وبين الله؟ الصلاة الصلاة مهما أذنبت. الصلاة وما ملكت يمينكم من وصايا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأخيرة الصلاة الصلاة. استوصوا بالصلاة. ماذا فعلتم؟ بعدتم عن الصلاة وبعدتم عن الدين، فالصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. تبتعد عن الصلاة وتبتعد عن الله عز وجل، ثم تشتكي ضيق المعيشة. بالله عليك فوق وتب قبل فوات الأوان.